طبعا فيزا السياحه زي ما انتم عارفين بي 1 وبي 2. البي 1 الغرض منها الاساسي هو انك بتيجي على امريكي الغرض معين. تيجي مثلا لو انت راجل اعمال تشتري معدات، تشتري اجهزه، او ممكن مثلا تيجي فتره علاج او تعمل عمليه جراحيه وتتوكل على الله وترجع بلدك. نخش على الفيزا المهمه اللي كل الناس بتقدم عليها وكل الناس بتيجي عليها اللي هي البي 2. الغرض منها الفيزا دي القانوني انك انت بتكون جاي تحضر مراسم حدث معين او ايفنت كبير، او مثلا جاي تشوف ولايه، او مثلا جاي تحضر الكريسماس هنا في امريكا، او مثلا في منطقه معينه في نيويورك، في تكساس، في لوس انجلوس، في فلوريدا، في اي ولايه من الولايات جاي تشوفها، او مثلا جاي تشوف الكريسماس. المهم بتكون جاي الغرض معين. نخش على الاوراق المطلوبه في فيزا السياحي. طبعا المنظر الجميل دي طبعا عجبكم جدا، انا جيت مخصوص عشان اصور لكم هنا. اول حاجه هتاخد معاك الباسبور، يكون باسبور صاري المفعول. تاني حاجه حساب بنكي او بنك ستيت، ولازم يكون الحساب ده من 6 شهور فاتت او من 3 شهور. المهم الحساب ده يكون ساري المفعول ويكون شغال. ما تحطليش حساب مجمد تاخد مثلا قرشين من ابوك او من والدتك او من عمك او من خالك وتحطهم في البنك كده صوره وتقول بعد ما خلص المصلحه ارجعهم. لا يا ابو الصحاب، ما ينفعش. لازم يكون الحساب ده ساري سحبه وايداع. وهقول لك على طريقه حلوه. بص يا ابو الصحاب، انت طبعا تكون عارف في مخك، عارف هتقول للقنصل ايه. انا مثلا جاي امريكا هقعد شهر، تحسب في الشهر ده انت هتقعد في الفندق كام وهتصرف كام وهتاكل بكام وهتركب عربيه بكام. يعني كده تقديرا مثلا تصرف لك $100. $100 انت هتقول للقنصل هقعد مثلا شهر في المية ب 3000. يبقى انت مثلا تحط 3000 في حسابك البنكي بحيث يغطي فتره الاقامه بتاعتك، او مثلا 5000 بزياده شويه تحسبا للطوارئ. فتبقى حاط في عقلك انه انت حاطط المبلغ دي يكفيك الفتره اللي هتقول فيها بلسانك للقنصل ان انا هقعد شهر او اكتر. تبقى انت حاط في مخك المبلغ ده يكفيك الفتره دي. عايزك ليه كده تقولني عشان كلامك يناسب فعلك. يبقى انت كده في اللحظه دي ان شاء الله تكون كلامك موثوق منه وتاخد الفيزا. نخش على الشرط اللي بعده. وما تنساش اعمل لي لايك واعمل اشتراك. القناه دي انا طبعا في اليوتيوب يعني من فتره كتير، انا اسف ومتاسف جدا مش معملكم فيديوهات، بس بجد ان شاء الله راجعين وبقوه. واخواننا اللي على التيك توك كلهم جايين كده وهيدعموني ويدعموا عمده تكساس. انا بحاول جاهدا قبل الدنيا ما تظلم، لاني صورت للتيك توك وحاليا بصور اليوتيوب، وان شاء الله ربنا يوفقنا وكلكم تجي امريكي. وفي حاجه حلوه، لو عندك املاك، عندك عقارات، عندك اطيان، عندك عزب، قال لك حلاوه العنتبلي، تحاول تاخد اثباتات تبين ان انت راجل بالصلاه على النبي حالتك مرتاح ووضعك كويس. هو ممكن مش هيطلبها منك ومش هيشوفها، بس خدها معاك تقوي موقفك. ويا حبيبي كمان لو معاك سجل تجاري او بطاقه ضريبيه، ده يثبت انك انت راجل صاحب بيزنس وان عندك شركه وعندك مشروع خاص بيك. فده يثبت ان انت راجل حالتك كويسه الماديه ورايح امريكا تسيح كده وتصيح في الفلوس وتضيع. فده برضه يكون حاجه كويسه وحاجه قويه تقوي موقفك مع القنصل. نخش على الشرط اللي بعده. وكمان لو انت قبل الشرط اللي بعده، وكمان انت لو موظف او شغال في هيئه حكوميه، حاول تطلب من الهيئه الحكوميه بتاعتك انه يدوك ورقه تقول لهم فيها انا مسافر الفتره دي فعايز اثبات بس اقدمها السفاره الامريكيه. تاخد اثبات انك انت مثلا واخد اجازه لفتره مؤقته هتروح بيه للسفاره، فلما يشوفوه القنصل يقتنع انك انت هترجع تاني لانك راجل موظف. لو قدرت تجيبها، ما قدرتش برضه عادي ما فيش اي مشكله. نخش على الشرط اللي بعده. رقم التاكيد او الكونفرميشن نمبر، ده مهم جدا. طبعا الرقم دي بتاخده لما تعبي ورقه الدي اس 160. طبعا انا موجوده معايا الورقه ان شاء الله هوريها لكم برضه في الفيديو. ورقه الدي اس 160 دي بتعبي فيها بياناتك صحيحه وكامله، وما بتقدرش تحجز موعد غير لما تدفع $160. بتدفعهم اعتقد في مصر من خلال بنك السي اي بي. حط في مخك ال $160 دي مش راجعه تاني، هتدفعها ويخلف عليك بالحلال سواء نجحت او سقطت. ومعانا حاجه تانية برضه، شهاده الميلاد بتاعتك والبطاقه والفيش والتشبيه. وما تنساش الفيش والتشبيه بتاعك تخليهم يكتبوا عليها موجه الى السفاره الامريكيه، وتاخد معاك ريسيت الدفع اللي انت بتدفع بيه ال $160 لانه ممكن يشوفوه منك في السفاره. وتاخد معاك صوره 5x5 خلفيه بيضة. يعني هم عامه الدي اس 160 بيطلب منك صوره وبتكون موجوده في الدي اس 160 اللي انا هشوفها لك ان شاء الله، ممكن يعني كده في صوره مصغره او حاجه. فما تنساش تاخد الصوره معاك ربما تحتاجها. حاجه مهمه وضروريه، لازم تكون عارف المكان اللي انت هتنزل عليه وعارف العنوان بالظبط عشان القنصل يبقى عارف انت رايح فين وجاي منين، يعني تبقى فاهم الدنيا. تمام. وفي حاجه اخيره عايز اقولها لك قبل ما اقفل معاك الفيديو. وما تنسوش يا جماعه لايك وسبسكرايب للقناه. عايزين نراجع لكم بقوه ان شاء الله لليوتيوب، ومش هبخل عليكم في اي حاجه. وزي ما قلت لكم اخواتنا اللي موجوده على التيك توك هيجونا وهيدعمونا وهيقووني، وان شاء الله هنكبر اكتر واكتر. في حاجه مهمه وضروريه، انت دلوقتي انت لو راجل مزارع بترمي البذره في الارض وان شاء الله بتحرثها وتسقيها وتحرسها والشمس والدني وترعيها وتديها كل الامكانيات.
لو عملت فيها عفريت سبب النباتة دي بتقوم وتكبر الله عز وجل سبحانه وتعالى. فعايزك زي كده تسبل أمرك لله، اعمل اللي عليك، وكل المواصفات اللي احنا هنقوله لك أنا وإخواتي اللي موجودين على السوشيال ميديا، بس المشيئة الإلهية هي الأساس. فمش عايزك تزعل لا قدر الله لو أنت عملت كله دي وما نجحتش، ده قدر ونصيب يا أبو الصحاب. لو ربنا كاتب لك تدخل أمريكا هتدخل، ما كاتب لكش مش هتدخل. فان شاء الله الفيديو اتمنى يعجبكم ويكون قدرت اديتكم الاساسيات. وزي ما قلت لك لو ربنا ما كتب لك شيء انك انت لا قدر الله ما حلفكش الحظ ما تزعلش، دي مساله نصيب وحظ. والله يا جماعه اغلب فيز السياحه وفيز اللوتري ما تعتمد على الحظ، بس احنا كل ما فيه نعملوا اللي علينا والباقي على الله. واتمناكم كده في خير دايما وتجوا امريكي وتنجحوا، وباذن الله باذن الله البلد حلوه زي ما قلت لكم والله، وفيها فرص بالصلاه على النبي. وما تنسوش اللايك والاشتراك لاخوكم عمده تكساس، والسلام عليكم.